صباح الخير، ما بداني أصبح عليكم من البيت. اليوم محمود مقعدني الساعة 6 الصبح، عندنا مشوار حق ولاية نورث كارولاينا 2.5 من السير. نورث كارولاينا من الولايات الجنوبية المعروفة، أشهر مدنها وأكبر مدنها شارلوت، لكن عاصمتها في الواقع مدينة رالي وضيق الخلق شوي. على فكرة نورث كارولاينا وايد حلوة، فيها وايد جاليات عربية، فيها مطاعم عربية، فيها سوقة، وايد أنصح فيها اللي يبي يدرس، خصوصا إن عندهم جامعات وايد. احنا اليوم رايحين عشان شيء ثاني، رايحين علشان شيء مشهورة في ولاية نورث كارولاينا، وهو صناعة الأثاث ومحلات الأثاث. عندهم منطقتين وايد مشهورين، هيكري وهاي بوينت، فيها محلات أثاث، مصانع أثاث، مولات كاملة، اوتلتس حق أثاث. غير هذا لما تروحون في مصممين خاصين يقعدون معاكم، يعرفون شنو تبون شنو ما تبون، حتى إذا تبون قطعة فصال يقدرون يسوون لك إياها وبسعر. على فكرة الأمريكان يجون من مختلف الولايات من آخر الدنيا حق هالمنطقة بس علشان يشترون أثاث، لأن الأسعار وايد رخيصة مقارنة بالمناطق، خصوصا أن الأثاث اللي موجود كلها من ماركات معروفة وأسعارها ممتازة، الكواليتي عجيب، يقعد معاكم طول العمر، مثل سنتشري، مارك كارسون، ليزي بوي وغيرها، وايد ماركات، يعني شيء خيال، مول كامل بس يبي لكم يومين عشان تتسوقون فيه. حتى من ربعنا على فكرة المصممة اللي نتعامل معاها قالت لنا شوية أسرار، إنه في شخصيات وايد معروفة، عندهم قصور، عندهم بيوت كبيرة، كلهم أثاثين بيوتهم من هالمكان وبهالأسعار الحلوة. فوايد أنصحكم اللي يبي يشتري أثاث عدل ماله كله نورث كارولاينا. أقرب واحد بعد ساعة. أقرب واحد بعد ساعة؟ وينو الأغاني تنوم؟ تحط لنا تبغي واحد. ما عندي إياه. الحين هذا خالد عبد الله رويشد فنان، شنو اخلاق، شنو تواضع، يا ليت يتعلمون منه هالجيل. قدمت معاه برنامج نجم الخليج، انسان خلوق، ذهبه والله العظيم. مرة توهقت ببرنامج اذاعه ما عندي ضيف، دقينا عليه اخر لحظه، اعطانا من وقته فقير تقريبا ساعه، ما بخل علينا وكان قمه بالتواضع. عيل الحين تعال قول حق واحد من مشاهير السوشيال ميديا ابي معاك لقاء 10 دقائق بس، يقول لك 600-700 دينار. وعلينا يا محمد عبدو قناه العرب، يعني لو يختفي الانترنت من الدنيا انت ترجع عبود بوسمسون مرة ثانية. خير 600 دينار، ها اكتشف الذرة. 600 دينار 600 دينار ليش؟ حبايبي اللي يرسلوا لي مسجات من نورث كارولاينا عايزين بقى فرقة كده تستقبلنا، نبي ورد، نبي حركات، نبي ملح يرشون علينا، نبي باع. واحدة من البنات تقول اشتري ب 600 دينار جنطة ولا اقابل عبود بوسمسون. اي والله صاج انا وياك، اي والله لا بوتان ولا بوسمسون. هو ماشيين بالخط مثل هذا نشوف علامة صليب مغروسة بنص الشارع، معناتها انه واحد توفى بهالمنطقة يا اما بحادث او، فهلا يحطون علامة كروس علشان يعرفون مكان الحادث ويزورونه بين فترة وفترة، مع انه مدفون بمكان ثاني، بس يحطون ورد مكان الحادث. هذه الطاولة خيال، تينن. طبعا يقدرون يغيرون لون الخام، لون الخشب، التفاصيل اللي فيه. إذا تبون القطعة اللي موجودة الحين هذا سعرها، بس أما إذا تبون كاستم ميد فأكيد لازم تدفعون زيادة. سعر الكرسي الواحد $2000، كان ب4000 تقريبا. يا لهوي. من وقت ما تختارون التصميم لغاية الشحن للكويت أو الدول العربية تتراوح الفترة ما بين 2 ل 5 شهور. شغلة ثانية، إذا طلبتوا شحن برا الولايات المتحدة ما راح تضطرون تدفعون تاكسس. إحنا نتوقع إن شاء الله القطعة اللي طلبناها اليوم توصل على الصيف للكويت. هذا وايد عجبني، وايد حلو. قاعد نعصرهم بالسعر.
حسيت هذا سرير السلطانة هيام، حرم السلطان سليمان المعظم. أعطيناهم بريك فقارة شوي، يروحون يتغدون ونرجع. هذا كله اللي شفتوه قسم صغير بمحل واحد في المول. المول هذا 4 طوابق، فتخيلوا اللي ما شفتوه للحين. عموما في وايد كلاينت أو زباين خلصوا شغلهم من غير لا يزورون المكان، يتواصلوا مع المصممين عن طريق الإيميل، عن طريق التليفون، لكن الأفضل طبعا تكونوا موجودين، تزورون المكان، تشوفون القطع فيس تو فيس، تقررون إذا تحبون. بدينا نكمل. العنوان اللي حطيت لكم إياه هذا اسم المول، اسمه هيكوري فرنتشر ماركت، ودشوا على اللينك راح تلقون تفاصيل أكثر إن شاء الله تفيدكم.